بيقولوا إن في أبواب في القاهرة ما ينفعش تتفتح أبداً، لأن اللي جواها بيرفض يخرج. في قلب الزمالك في شقة فاضية بقالها أكتر من 30 سنة، كل واحد حاول يعيش فيها ما كملش أسبوع. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وفعل الجرس، لأن القصة الجاية رعب أكتر. الناس اللي ساكنين جنبها بيقولوا إنهم بيسمعوا خطوات الساعة 3 الفجر وصوت عفش بيتسحب على الأرض. المشكلة إيه؟ الشقة ما فيهاش كهرباء ولا عفش ولا ساكن واحد. في سنة 2014 عيلة جديدة قررت تجرب حظها. في أول ليلة الأم صحيت على ست لابسة أبيض واقفة في طرقة الشقة وبتبصلها بصة طويلة غريبة، لكن لما بصت في المراية وراها ما كانش فيه انعكاس. تاني يوم الصبح العيلة لمت حاجتها ومشيت وسابت كل حاجة وراها. لحد النهاردة الشقة لسه فاضية. لو سمعت خطوات في بيتك وإنت لوحدك، هتروح تشوف ولا هتجري؟ اكتب لي في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان تشوف قصص الرعب الحقيقية الجاية.